السلام عليكم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. صباح الخيرات او مساء الخيرات على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. النهارده بقى ان شاء الله الفيديو ده معانا تكملة للفيديو الاخير اللي انا منزلاه، ده اللي كان نازل اخر حاجة. لما قلت لكم انا ايه عملت قلبان في الشقة، عملت الروتين بس ما عملتش اوضه النوم عشان كان في حد صاحي فيه نايم فيها. فخلاص بقى الحد ده صحي يفضل نايم. فانا قلت بقى ايه اما اعمل بقى، ده كان تاني يوم الروتين على طول. فانا تاني يوم بقى صحينا بقى وروقت ايه، مسكت اوضه النوم برضو ايه، عملت لها تنفيضه محترمه كده. طبعا زي ما انتوا عارفين انا دور ارضي، فالتراب مجنن ابويا. تراب تحسه كده ان هو ايه معشش كده. فانا شلت كل حاجه زي ما انتوا شايفين، ومسحت العفش كله، مسحت السرير والكومودينات والتسريحه وهجيب دلوقتي جورنان وامسح الازاز. يعني ظبطت الاوضه تظبيطه محترمه زي ما انتوا شايفين كده. كده بقى ايه مسحت الازاز كله وخلصته وظبطته، هنفرش بقى التسريحه اهو زي ما كانت. هنا بقى ايه غير الملايه. طبعا انا فرشه، استنى الاول القماشه دي بوريها لكم. بقول لكم انا هفصلها عشان عندي 3 افراح في شهر 7. فرح بنت خالي، فرح لا ابن عمتي، فرح بنت صاحبتي. فالتلاتة في شهر ايه، في شهر 7، وكلهم في قاعات، فلازم بقى نبقى شكلها حلو شويه. فانا هفصلها ان شاء الله. المهم هنا زي ما انتم عارفين ان انا ايه بحب دايما ان الملايات كلها شبه بعضها، في الملايات في الاطفال برضو موف والكوفرتا برضو ايه زي بعضها. فكده يعني بحب اخلي الشقه عندي لونها موحد، برتاح نفسيا يا جماعه. ما بحبش السرير من كل فيلم واغنيه كده. بحب اتفرج على حاجه منسقه ومنظمه، بحب قوي 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 التنظيم في الفرش قوي. المهم يا جماعه زي ما انتم شايفين بقى انا ايه شلت معاكم، شلت بس السجاد عشان امسح مكانه. خلاص كده ايه الدنيا نشفت. وانا دول حبايب قلبي ولاد جارتي، دول من 3 توأم ربنا يحفظهم يا رب. دول بصوا عايشين معايا، دول ولادي يا جماعه مش ولاد جارتي، دول عايشين معايا. هنا بقى ايه كنت حطيت بقى المشايات، شلت السجاده اللي تحت اللي قدام التلفزيون دي شلتها خالص. كانت اتوسخت، شوفوا العيد بقاله قد ايه معدي وكانت اتوسخت. ودي الحته دي ما فرشتش فيها السجاد في العيد خالص بصراحه. احنا كده كده ما بدخلش اوضه النوم غير على النوم، انا اصلا ما بنامش في الاوضه دي اصلا، والله ما بدخلها اصلا. انا بنام في الانتريه زي ما انتوا عارفين مع ابني. فايه اللي بينام هنا هو جوزي، لكن انا ما بنامش فيه. المهم انا روقتها وظبطتها ومسحتها. وقمت جايبه بقى البيروسول عشان طبعا العيال كانوا قاعدين على البتاع والشباك كان مفتوح قوي، والدبان طبعا ايه دخل. فانا ظبطت الدنيا بقى زي ما انتوا شايفين كده، مسحت وروقت وخدت اوضه زي العسل. ورشيت بيروسول عشان الدبان وشيشتها، وده المنظر ده بحبه. هنا بقى ايه نيجي بقى على الغدا بتاع النهارده. غدانا كان سمك مقلي. بص السمك اللي بعشقه في الحياه كلها اهو قدامكم. المكاريل والروزي او الروسي او السمك ده. بصوا كل النوعيه دي من الاسماك انا بحبها. ماليش انا في الشبار او البوري ده او البوري او اللي هو البولتي ده، ماليش في الحاجات دي. باكلها بس عادي، لكن البوري اللي هو الفسيخ يعني ده لا ما بحبوش. بحبه فسيخ بس. المهم انا عملت ايه بقى دلوقتي زي ما انتم شايفين. جبنا بقى السمك، كان عندنا بقى شويه رز اللي هم حبه وحبه دول اللي كانوا بايتين من امبارح في الاكل الشعبي اللي انا كنت عاملاه. فمش هرميه، انا ما برميش حاجه يا جماعه، حب الواحد بس يا محمد. انا ما برميش حاجه، انا بستحرم نرمي اي اكل. فطبعا حبه الرز دول اللي بايتين انا هسخنهم اكلهم انا ومحمد. انا كده كده بنموت في رز الحبه وحبه ده مع ايه، مع البتاع مع السمك. شوف بقى لكم السمك مبطرخ، السمك كان تحفه، كان مبطرخ خالص وكان ملحم وكان طعمه جميل قوي. فانا بقى ايه زي ما انتم شايفين بقى ايه هنضفه تنظيفه محترمه. والله العظيم نضفته وغسلته غسيل جميل قوي. خليته فله بصراحه. وبعد كده ايه، ودي كانت سردينه صغننه خالص. الست كانت حاطه لي طبة ميزان. وانا بقى خلصت وهغسل بقى زي ما شايفين السمك كده. والله انا غسلت السمك كتير قوي. ممكن اكون غسلته معاكم مره او اتنين، لكن انا طبعا بره الكاميرا غسلته كتير قوي. بس بقى يا محمد، بس بقى ابني عامل دوشه، ده ابني بيعصبني. طب اسكت يا حبيبي، الله يهديك. الله يهديك يا ابني انت والعيال كلها. المهم خلصت كده زي ما انتم شايفين. وغسلت بقى الايه الطبق اللي كان فيه السمك ده، غسلته بالسلك او الصابون عشان ما يبقاش ريحته زفره. بعد كده بقى جبت ليمونه وجبت ملح وجبت دقيق وحطيته فين، على السمك عشان وسبته بقى يتنقع مع نفسه.
ورحنا بقى ايه وحطيت ملح زي ما انتم شايفين. هنروح بقى نعمل ايه. خلاص انا كده دقيت التوم، عملت فلفل احمر وفلفل اخضر معاه، وحطيت بقى ايه الملح المبهر ده، وحطيت شويه كمون طبعا محترمين، وشويه بهارات لحمه محترمين عشان ايه يطعم السمك. هنا بقى ايه كنت طبعا ايه غسلت شويه رز ابيض عشان الرز البايت ده مش هيقضي، فانا غسلته برضو ايه عشان لو حد جاي يعني مش هيقضي. انا عن نفسي انا وابني اللي كان الرز الحبايه وحبايه ده لان أنا بحبه مع السمك. هنا بقى ايه كان عندي جزرايه بايته، مسكت الجزرايه دي عملتها بشرتها، بحبها جدا على السمك المقلي جدا، تبقى بص بقى بتاخد طعم السمك ويبقى طعمها جميل. وبحب بعشق حاجه اسمها خضره، اللي هي الشبت والكزبره على السمك، بعشقهم، بس ما كانش عندي، فخلاص اكتفينا بهذا القدر بقى. عملنا ايه، عملنا الجزره. هنا بقى ولعنا على ايه، ولعت بقى على ايه، على الزيت. خدت السمك غسلته غسيل نضيف جدا، شايفين عامل ازاي فله. جبت بقى الخلطه، هنا بقى حطيت دقيق وحطيت ملح مبار، الملح اللي فيه المبهر اللي فيه الكمون والكزبره والسبع بهارات. وهنا بقى كان عندي شويه زعفران، حطيت لها شويه زعفران عشان الزعفران هيدي لون حلو جدا للسمك، وهيفرق على فكره. مش بيدي طعم الزعفران، مش بيدي طعم على فكره، ملوش طعم، هو بس بيدي لون. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده اهو السمكه عملتها، وبقلبها كمان على بطنها، على يعني الحته اللي هي فيها الخلطه دي اللي انا حاشيها بيها، وبعملها قوي، بضغط عليها قوي زي البانيه كده اهو شايفين. السمك كان طعمه اصلا جميل. بص انا بعشق السمك ده اصلا، اي حاجه من هذه النوعيه من الاسماك انا بحبها. خلاص هنا كنت بقى خلاص خلصت كده السمكتين احطهم جنب بعض، والزيت خلاص كان معانا ايه خلاص سخن جدا. حطيت بقى السمك كده، شفت ايدي عامله ازاي من الزعفران، رحت غسلتها وجيت. شايفين اصلا يعني السمك لونه في الطاسه عامل ازاي، والله العظيم قمر. شوفوا عامل ازاي في الطاسه تحفه. شايفين اللون جميل قوي، الزعفران يا جماعه يخلي لون السمك حلو قوي. هنا بقى ايه برضو الدقيق كان خلص، زودت الدقيق تاني وزودت ملح مبهر تاني عشان السمك يبقى ايه من بره ومن جوه كده متملح وجميل. اصبر يا محمد. هنا بقى ايه كملت بقيه السمك بقى زي ما انتم شايفين اهو، والبطروخ حطيت عليه من الدقه دي، حطيت على البطروخ. شايفين السمك لونه عامل ازاي، قمر قمر وطعمه قمرين تلاتة عشرة. بموت في السمك ده. بصوا الاكل عندي زي ما قلت لكم، يعني ورق العنب محشي يبقى الورق العنب، السمك يبقى المكاريل او الروسي، ال ال يا محمد المهلبية تبقى القرع. انا قايله لكم الكلام انا ده قبل بحب كده. بحب الجيلي ورز بلبن. أنا بموت في حاجه اسمها رز بلبن. في حد يا بابا محمد بينادي؟ مش عارف. ماشي. المهم يا جماعه الاكل تسلم ايد امي، طبخه طبخ اقسم بالله. ابني بيحب انت اكل. عاوزين تيجوا تاكلوا معانا؟ بص محمد ابني بيموت في اكلي يعني الله يصلح حالك يا ابني. والله انت اكلك احسن اكل في العالم. حياتي يا روح قلبي بموت فيك، ربنا يحفظك ليا يا قلبي ويحفظ كل ربنا ولاد يخليك ليا يا المسلمين. ماما. ربنا يبعد عنك العين الوحشه يا رب، وقناتك دي تبقى عنك مليون ان شاء الله. يا روح قلبي يا رب يا حبيبي. ما تحرمش منك يا حياتي. شايفين يا جماعه الطاقه الحلوه بقى، ان دلوقتي بيقول لي ايه، بيقول لي انا اما اتجوز واحده مش عايزه تبقى كسوله. بقول له يعني زي ماما بهزر مع، قال لي لا انت كسوله يا ماما. لا ماما مش في كسكوله. اوعى تقول. كان هيقول على واحده قريبتها. كان هيقول لكم مين اللي كسوله عندنا، اوعى تقول. هيزعلها مننا كده. المهم كده خلاص الفيديو بتاعنا مش خلص، لا الاكل بتاعنا خلاص كان خلص وجهز، وانا ايه ظبطت الدنيا كده. اوريكم بقى الرز معمول نازل يعني حطيته في القلب وطلع سليم وجميل. شفتوا الرز اتكسر زي قلبي. انا قلبي مكسور والله. الرز اتكسر. شايفين السمك عامل ازاي تحفه تحفه. القلب يا جماعه باظ. يلا خليه زي قلبي. المهم المهم ايه كده بقى الفيديو الاكل خلص معانا وتمام كده بقى. كنا كلنا انا ومحمد والاكل بقى ايه بوريكم الدنيا بعد الاكل كان الاكل. تحفه 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 تحفه. حياة تسلم قلبي. ايد اللي عملت الاكل. مين اللي عملته؟ امي.
حياتي يا محمد. المهم بقى ايه، خلاص انا بقى بوريكم الدنيا عامله ازاي. وطبعا بعد الزفاره دي يعني لازم الدنيا تتغسل غسله محترمه. فانا بقى شلت البتاع السجاده بتاع المطبخ، والله العظيم انا كنت هغسلها فعلا، بس قلت ايه ما بحبش اسيب يعني انا اصلا كده كده خارجه بكره، هروح ابات عند اختي. فانا بقى مش عايزه امشي واسيب الدنيا كده، لا ده انا عايزه امشي والدنيا فل، لما ابقى اجي ابقى اغسلها عادي ما عنديش مشكله. المهم بقى كده ايه، مساء زي ما انتم شايفين كده عملت الارض، ومسكت البوتاجاز بره وجوه، ومسكت الرخامه برضو خليتها فله الرخامه. والله العظيم انا خليت الدنيا فله يا جماعه. ماشي زفاره بقى، انتوا عارفين الزفاره بتحب تسيب لنفسها قوي، بتعمل نفسها ايه ملكه. بتعمل نفسها اماثل قوي الزفاره. وهنا بقى كنت بوريكم كمان الغساله، كنت شغلت على الغسيل، والله والدنيا كده المطبخ، كانت تمام. اقسم بالله المطبخ كان تحفة، كاني داخل بيت الفيديو عروسة. خلص. والفيديو كده خلص.